السرعات بقى، انا عايز احقق سرعات كام؟ انا برضو بقول لك ده اناليسيز. فانا عايز احقق سرعات كام وعايز احقق بريشر قد ايه؟ طيب، اسس تصميم خطوط شبكه المياه. انا عايزك تقرا الكود بالله عليك يعني، وانت كده قاعد. اقرا الكود كويس، اقرا اول شابترين على الاقل كويس، بحيث ان هم فعلا هيفيدوك، او اول ثلاثه مش فاكر. هم بتوع التصميم. يعني حته التنفيذ دي اللي منكم هيشتغل بعد كده عايز يقراها برضو تقويه، مفيش مشكله. مفيش شباتر للتنفيذ هنا بالمناسبه يعني. فانا هنا بقول لك يتم اختيار القطر ايه الداخلي للماسوره، واحنا زي ما اتفقنا هندخل القطر الداخلي زي ما عملنا كده في شبكه الصرف. لو تفتكروا هندخل هنا القطر الداخلي للماسوره عشان احنا نمثل تمثيل اقرب للواقع. وانا جايب لكم اهوت الكتالوج برضه عشان لا افكركم بيه. لو تفتكروا مثلا قولوا سريعا ان احنا لو عندنا قطر 200 مللي، واحنا هنشتغل على 10 بار، مواسير 10 بار وليكن، فهيبقى ال 200 الدخل بتاعها 100 اسف دي اهي 176 و2 من 10 مللي. ده الدخل بتاع ال 200 بالنسبه لضغط 10 بار. غالبا مواسير الميه بتبقى 10 بار، ان لم يكن انا عايز احقق ضغوط عاليه قوي فهستخدم ال 16 بار. في الحريق ساعات بتوصل 16 بار، لو انا هشتغل بكود الدفاع المدني الامريكي فعلا الساعات ده اكيد هتوصل ل 16 بار، ان هي طبعا بتبقى ضغوط عاليه قوي. ف أنا برضو مش فارق معايا قوي دلوقتي، مش فارق معايا انت تشتغل على اتش دي بي اي ولا بي في سي ولا ايا كان نوع الماسوره اللي انت تشتغل عليه، مش فارق معايا بالنسبه لي. المهم ان انت تدخل قطر داخلي. بالمناسبه الماتيريال بتاعت الماسوره بتتحدد ازاي؟ عشان أنا ما قلتلهاش لكم. انا فاكر ان انا ما قلتهاش لكم في الصرف. الماتيريال بتاعت الماسوره، لو انا مثلا شغل حكومه، الراجل بيقول لي اعرض لي دراسه جدوى كده، واعرض عليا كذا ماتيريال، نوع ماتيريال، ما تجيش تلزمني بنوع. يعني ما تجيش تقول لي اشتغل اتش دي بي، ما تجيش تقول لي اشتغل بي في سي. فانا بدخل يعني ايه الاناليسيس بتاعي حاجات تقريبيه، مش لازم ادخلها بالظبط يا اتش دي بي اي، حتى ممكن ادخل ال 200 200 ما عنديش مشكله، بس اكون محقق ضغوط اعلى من اللي انا عايز احقق منها بشويه، وسرعات اقل شويه من اللي هي ممكن تزيد. ليه؟ لان ال 200 هي مش 200، ال 200 لها دخل سواء كانت 10 بار ولا 16 بار. القطر الداخلي هيقل، فالسرعه هتزيد، فالفواقد هتزيد، فالضغط هيقل. فانا بعمل حسابي لو انا عايز احقق 2 بار، يا عم خليهم 2 و4 من 10، خليهم 2 و3 من 10، بحيث ان لما القطر يقل والفواقد تزيد لا، فبقى عامل حسابي بزياده، مفيش مشكله عندي. فلو شغل حكومه ماشي. طب لو شغل بقى واحد يعني عنده كومباوند كده، ولا عنده حته عايز يعملها كومباوند، ولا زي مدينتي مثلا لها مالك او لها يعني حد اللي هو مسؤول عنها، شركه طلعت مصطفى او طلعت مصطفى يعني، فلا هو اللي بيختار. ممكن يختار المالك، ممكن يلزمك يقول لك لا اشتغل لي ماتيريال اتش دي بي اي. وده بيحصل في العاصمه دلوقتي. معظم المستثمرين او اللي هم اللي بيقولوا عليهم جمعيات كده، بتبقى الجمعيه دي بتبقى مسؤوله على الكومباوند. الجمعيه دي هي اللي بتحدد الماتيريال، وانا عايز اتش دي بي اي، انا عايز اتش دي بي اي 16 بار، وانا عندي الضغوط ما حصلتش 5 بار. انا عايز الماتيريال بتاعتي تستحمل حد 16. انا حر، انا راجل معايا فلوس عايز اصرف، اقول لك لا لا، ما اقولكش لا، اشتغل يا باشا براحتك، بس ابقى عامل حسابي بس مش اكتر. طيب بيقول لك يجب الا يقل القطر عن 100 مللي في الشبكات الفرعيه، ولا يقل عن 200 مللي في الشبكات الرئيسيه. لازم برضو اهتم بالنقطه دي. غالبا في الكومباوندات عندكم اعتقد يعني، لو هنشوف التصرف مع بعض ان شاء الله. لان التصرفات انا يعني احنا علينا شويه القيم زي ما اتفقنا، زي ما قلت لكم احنا علينا شويه عدد الادوار وعلينا شويه الاستهلاك، فممكن يعني نلجا للحته دي. انما الكومباوندات عموما بتبقى يعني 7 ادوار وحاجات برضو تصرفات مش عاليه قوي، فبنضطر ان احنا نعتبرها ايه زي شبكه فرعيه، وبناخد ال 100 مللي دي او 110 مللي على حسب الماتيريال اللي احنا بنستخدمها. طيب الضغط بقى، يجب الا يقل الضغط او الهيد عن 20 ل 30 متر بالمناطق السكنيه. بقول لك ايه بقى؟ حسب الارتفاعات. كود في الحته دي حلو جدا، يعني راح بين قوسين كده قال لك حسب الارتفاعات. يعني طبعا لو انا عندي مثلا 10 ادوار 15 دور لا، مختلفه طبعا. يعني ممكن ساعتها ان انا الجا زي مثلا الكومباوند بتاع السي بي دي، اللي هو عارفين الايكونيك تاور والحاجات اللي هي في العاصمه دي، لا ده شغل تاني خالص. ده انا بحقق ضغوط لحد مثلا 4 5 بار، والارتفاعات دي بضطر ان انا احط في العماره ذات نفسها او في البرج ذات نفسه ده، احط فيه بمبات تحت، او بمبات كمان كل الارتفاعات. يعني بعد ما احط مثلا خمس ست ادوار احط بمبات فوقهم،
يرفعوا لي اللي بعدهم، وهكذا بيسلموا بعض. فلا، في حاجات مختلفه، في شغل مختلف، تتعرض لحاجات مختلفه. بس الفكره الكونسيبت واحد زي ما اتفقنا. انا عايز احقق ضغط عند النقطه دي، هحققه. بعد كده هعملها ازاي؟ لها فكره. كل حاجه لها فكره. وممكن نفكر مع بعض في حاجات كتير ان شاء الله، بس ندوس في البرنامج شويه. طيب بتتحسب ازاي؟ برضو ما عرفتش. بشوف منسوب البامب كام، واعلى منسوب عندي في الشبكه كام. وليكن منسوب البامب 15 متر، واقصى نقطه عندي في الشبكه خالص منسوبها 20 متر. ف 20 ناقص 15 5 متر، في كده فرق 5 متر عشان اوصل للارض الطبيعيه. فاخد في الحسبان ال 5 متر زائد الفواقد اللي ممكن تحصل في الشبكه. اقدر الفواقد دي على حسب نظرتي، يعني مع الوقت انت هتقدر تقدرها بسهوله. فتقول مثلا في فواقد هتحصل بتاع 5 متر، وليكن يبقى كده انا معايا 10 متر. طب انا عايز احقق عند النقط كام؟ للنقطه اللي انا خدتها اللي هي الكريتيكال، وليكن عايز احقق عندها 3 بار اللي هم 30 متر. ف 30 و10 40 متر. فباجي في البامب ديفينيشن، الحته اللي احنا كنا اتكلمنا فيها بقى، اللي هو انا جبت منين دي؟ اللي هو ال 10 متر. سبحان الله، انا بقول لكم كده اي ارقام فهي ظبطت في ال 40 متر. 10 و30 و30 متر 40 متر. طيب ال 50 دي جت منين؟ زي ما اتفقنا، الماكسيموم من الاورلي او الديلي زائد الفايل. كده يعتبر انا دخلت البامب ديفينيشن. طيب انا كده البامب اشتغلت؟ لا، ما اشتغلتش لسه. المفروض ان انا اضغط عليها كده، وهاجي في البامب ديفينيشن هنا اختار بقى البامب ديفينيشن اللي انا عرفتها. خلينا نكمل برضو الحته دي عشان ما نتوهش بعيد. 30 ل 40 متر في المناطق التجاريه والصناعيه، واجب على لا يقل عن 14 متر اثناء تشغيل طلمبات الحريق لسحب المياه من الشبكات لاطفاء الحريق. وخلي بالك الحته دي معضله كبيره جدا، اللي هو انت 14 متر بس في الحريق، ده الادوار عامله ازاي؟ بس هو قال لك ايه؟ اثناء تشغيل طلمبات الحريق لسحب المياه من الشبكات، لسحب المياه من الشبكات لاطفاء الحريق. الراجل بتاع العربيه بتاع الدفاع المدني لما بيجي بعربيه المطافي، ساعات هو بيروح ساحب من الحنفيه بتاعت الحريق في الشارع، ويشغل هو العربيه ذات نفسها تدفع الميه فيها بامب اعتقد، تدفع الميه للارتفاع اللي انا عايزه او الارتفاع المناسب. فهو هنا بيبقى محتاج بس من الحنفيه 14 متر. ده لو هو اللي هيسحب الميه ويشتغل بالعربيه ويطفي. طب لو هو بقى هيستخدم الحنفيه ذات نفسها على طول، في ان هو يعني مش هيشغل البامب بتاعته اللي هو جايبها في العربيه، لا ده هو مجرد الميه هتطلع من الحنفيه هتطلع بالارتفاع اللي هو عايزه. الكود المصري للحريق بيقول لك 4.5 بار. يعني الكود المصري بتاع الحريق عشان تبقى عارف برضو المعلومه دي 4.5 بار، يعني 45 متر. فخلي في حسبانك الحته دي عشان برضو هنرجع لها تاني ان شاء الله واحنا بنعمل الشبكه. ان شاء الله برضو نبقى عاملين حسابنا ان احنا نصمم شبكه كومبايند. حتى لو اقصى احتياج يوم، حتى لو اقصى احتياج ساعه هي اللي طلعت، نعمل حساب ان احنا نصمم شبكه كده وشبكه كده. عشان ايه؟ نتعرض لحته الحريق دي. عايز ادخل معاك في حته الحريق دي عشان نحقق ان شاء الله الضغوط عندها. طيب السرعه الاقتصاديه بقى، افضل سرعه تصمم عليها هو المواسير. باشمهندس معلش، اتفضل يا باشا. الحتة بس بتاعت الحريق التاني، ال4.5 بار دي، اه يعني إيه بس؟ يعني إن هو يوفرها بجنب الاستهلاك اللي هو بتاع السكان العادي، اه بالظبط ولا؟ بالظبط. اه يعني هو يبقى محقق مازن الفلو بتاع الاستهلاك العادي بتاع المنزل، بتاع المبنى بتاعه، ويبقى محقق الاستهلاك بتاع الحريق كفلو، ومحقق الضغوط مم. كمان للميه اللي هو الاستهلاك المنزلي، ومحقق الضغط اللي هو بتاع 4.5 بار عند حنفيه الحريق. تمام كده؟ اصل انت مش هتمنع، يعني انت دلوقتي في حريق في مبنى لا قدر الله، هل انت هتقدر مم. تمنع مبنى تاني في الكومباوند ان هو استهلاك. يستهلك ميه؟ مستحيل. آه. فانت لازم تبقى محقق تمام. الاثنين. يعني الراجل اللي بيستهلك ميه ده واحد داخل الحمام، مش تقدر تمنعه. جارك بيولع يا عم اه الحاج، طب صح. انا عايز ادخل الحمام. لا، طب ما تدخل الحمام، إيه المشكله؟ انا محقق لك الضغط بتاعك ومحقق الضغط بتاع الحريق، مفيش مشكله. ماشي. فبقول لك الحته ال 14 متر دي تمام. قليله قوي. الراجل بتاع الدفاع المدني بيضطر يجي يسحب بالعربيه بتاعته ويعلي هو الضغط عشان يوصل للارتفاع المناسب ويطفي الحريق الخارجي ده. تمام كده؟ انما تمام. قصه الحريق الداخلي بقى ده قصه تانيه خالص. ماشي. يعني احنا هنشتغل على 4.5 بار دي. اه ان شاء الله هنحقق ال 4.5 بار. لو ما عرفناش نحققها، يعني لو لقينا ان عندنا الضغوط بتزيد قوي في الاستهلاك المنزلي. خلي بالك الاستهلاك المنزلي برضو احنا لو علينا الضغوط احنا بنبوظ الحنفيات والحاجات دي اللي هي اه الخلاطات. صح. اه لما تيجي تفتح الخلاط بضغط عالي كل الحاجات دي بتضرب. فانت برضو لو احنا لقينا، مم. وكل دي افكار زي ما قلت لك، انا عايزك تشتغل وتقول لي انا عملت كذا. فلما تيجي توصل لضغط عالي قوي اقول لك لا، وقف.
الضغط هنا عالي قوي للاستهلاك المنزلي، خلاص يعني نحقق 14 متر، والراجل بتاع الدفاع المدني نقول له والله دي مقدرتنا ونيجي نرفع. بعض الاحيان بقى مثلا يقول لك ايه، يجي يقول لك ايه، طيب لا ده انا عايز احقق الضغوط دي معلش عشان عشان الحريق الداخلي، فافصل لي الشبكتين، وده الصح بقى. اعمل لي شبكه حريق مم. منفصله، واعمل لي شبكه ميه منفصله. شبكه الميه المنفصله تحقق الضغوط بتاعه الاستهلاك المنزلي اللي انا عايزها، وشبكه الحريق تحقق ايه، الضغط برضو اللي انا عايزه بتاع بتاع الدفاع الحريق. المدني الامريكي، اللي هو الكود الدفاع المدني الامريكي دي NFPA، براحتي يعني. يعني تمام. بتوصل لحاجات لسبع بار كمان، خلي بالك، سبع بار. مم. يعني الدفاع المدني الامريكي بيقول لك سبع بار، بجانب تمام. الفريكشن لوزز، فانت بتعلي كمان الضغط عن سبع بار. تمام كده. طيب السرعات بقى، تمام. افضل السرعات تبقى ما بين 1 و2 متر بير سكند، ده افضل حاجه. وانا بقول لك يفضل ان انت تخليها ما بين 1 و1.5، عشان برضو ليه، هو بيقول لك هنا لتجنب حدوث فواقد احتكاك كبيره. ويمكن ان تصل لكام بقى، يمكن زياده السرعه حتى 3 متر بير سكند في المواسير القصيره، زي وصلات الخزان العالي، واتفقنا ان احنا ناخد الخزان العالي ان شاء الله برضو قريب. فلو الوصله بتاعت الخزان العالي اللي انت واخدها من الشبكه وصلت فيها للسرعه ل3، مفيش مشكله، لان مش هتاثر على اللوزز جوه الشبكه. ده هي هتاثر بس في حته الوصله دي، والخزان العالي مش بيملى باستمرار، ده هو بيملى بوقت معين ويفضي في وقت معين. الدنيا برضو ايه عادي في الماسوره دي. طيب مواسير الترمبات اللي هي الماسوره اللي خارجه من الترمبه رايح للشبكه، مفيش مشكله. وصلات الخدمه اللي هي رايحه للمبنى ذات نفسه، ممكن اوصل فيها السرعه لحد 3. وممكن توصل السرعه على 3 في حاله الحريق. يعني شبكات الحريق لو انا اصلا شبكه منفصله، او حتى في وقت الحريق، لان الحريق يا شباب مش بيحصل، خلي بالك انا بقلل السرعه عشان الفواقد، وعشان في نفس الوقت احافظ على عمر الماسوره. فلو وقت الحريق لما يحصل لا قدر الله، هو مش هيحصل يعني، الدنيا مش هتولع كل يوم لا قدر الله، لا ده هي مره، مفيش مشكله ان السرعه تزيد لحد 3 متر بير سكند. بس خلي بالك وانت بتعمل السرعه وانت بتحقق السرعه، بص على حاجه اسمها الميل الهيدروليكي في البرنامج، وهنشوفه مع بعض. ماشي. الهيدروليك جريدينت اللي هو في البرنامج اسمه هيدروليك جريدينت، بص عليه كده، يفضل الا يزيد عن نص في المية، ماشي، وعن 3 من 10% في الخطوط الايه، في خطوط النقل. يبقى احنا هنشتغل على الرقم ده اللي هو 5 من 10% في الشبكات. هو يفضل برضه ما يقلش عن 1 من 10%، ماشي. يبقى ما بين 1 من 10 لنص في المية في الشبكة بتاعة المية دي، نشتغل عليها إن شاء الله، نحاول إن إحنا ما نعليش. وقت ما هتعلى معاك شوية هقول لك مقبولة، مفيش مشكلة، برضه لها حل يعني. يعني الرقم ده مش هو بقول لك، هو بقول لك يجب بس مش هو مش قرآن يعني إن إحنا نشتغل عليه، لا، نقدر نغيره عادي جدا براحتنا، بس ما نبقاش أوفر برضه يعني، ما نبقاش عاليين قوي. وهقول لك ساعتها طبقا للقطر بنظرة كده تعرف الرقم ده كويس ولا إيه، ولا عالي قوي، ونقدر نقلله ازاي عن طريق القطر يعني، مفيش مشكله. يعني كل الكلام ده هنشتغل عليه هنا. يبقى احنا لحد دلوقتي قدرنا ان احنا ندخل مناسيب، قدرنا ان احنا نعرف البامب بتاعتنا بناء على التصرف والهيد اللي انا عايزه. اخر حاجه عشان اشغل الشبكه بقى سريعا كده في عجاله، ودي انت تقدر تشتغل عليها وهشرحها لك برضو تفصيليا ان شاء الله المره الجايه عشان الزوم بيخلص مننا. حته الايه، نجيبها من هنا كده، الديماند. حته الديماند دي ممكن ان انا ادخل تصرفات النقط من هنا كده اهو، واعمل انيشلايز للنقط كلها، وابدا ادخل النقط فيكسد. انا عايزك تحسب لي النقط فيكسد دلوقتي. احنا هنشتغل على حاجه اسمها ستيدي ستيت، يعني انا بشوف الشبكه او بدرس الشبكه عند لحظه معينه، اللي هي اللحظه الماكسيموم، اقصى حاجه هتحصل لحظه معينه، مش بدرسها على مدار اليوم. على مدار اليوم ده هندرسها مع بعض برضه، حاجه اسمها EBS، اكستند بيريود سيميليشن. هنشوف الفرق ما بينهم وندرس ازاي نعمل اكستند بيريود سيميليشن على البرنامج ان شاء الله، وباترن والكلام من ده. فانا بكلمك دلوقتي في حته الايه، التصرفات. انت تقدر تحسب التصرفات از فيكسد وتدخلها. ممكن ان انا اجي عند كل نقطه اضغط على النقطه، واجي عند الديماند كولكشن دي كده واضغط هنا، وابدا ان انا ادخل التصرف وجنبه فيكسد. لو تلاحظ مفيش اي حاجه تانيه، ما تعملش باترن، هو فيكسد. فانا حسبت ان اقصى استهلاك عند العماره دي وليكن 2 لتر بالسكند، ادخله 2 لتر بالسكند، وهكذا بقى. ببدا ادخل كل الايه، كل التصرفات بتاعتي. مش هتاخد معايا حاجه، عايز ادخلها من هنا كده، انا عارف النقط وعارف ارقامها، ابدا ادخلها من هنا كده مفيش مشكله. وعايز ادخلها نقطه نقطه مفيش مشكله برضه، وهعلمك ازاي برضه تدخلها بسرعه بعدين. انا عايز بس دلوقتي اوصل معاك لمرحله ان انت تعمل رن. طيب تاني حاجه، وانا بعمل رن بعد ما دخلت التصرفات، ادخل الاقطار. ابدا من هنا كده بقى من الدايمتر، ابدا العب في الاقطار دي، وابدا العب في هذا الودين، الاثنين دول، الدايمتر وهازن ويليام. الدايمتر ده هيغير لي السرعه، وهازن ويليام هيلعب لي في الفريكشن لوزز، ماشي. فممكن ادخل من هنا مثلا هقول القطر الماسوره اللي هي اول ماسوره خالص، انا عارف ان هي مثلا دي
اهي. فهدخل الماسوره دي وليكن 200 الداخلي بتاعها بقى، اللي بعدها وليكن 160 ودي 160. انا شفت مثلا ان دي تحتاج 110، 110 دي محتاجه 110 برضه، كل حاجه الداخلي بتاعها. ومثلا انا هشتغل هنا على ماتيريال جلوبال ايديت اهو، سمي اسم الماتيريال زي ما انت عايز، اسميها مثلا اتش دي بي اي، حتى لو ما سميتهاش برضه مش فارق معايا، المهم ان انا الرقم ده الاتش دي بي اي من 140 ل 150، كل ما الرقم يقل كل ما اللوزس تزيد. خلي بالك كل ما الرقم بتاع هذا يقل كل ما اللوزس تزيد. وشوفها في المعادله برضه تتاكد منها بنفسك. فانا هدخل اقل حاجه في الكود اللي هي من 140 ل 150، هاخدها 140، فانا اخترتها 140 اهي، وابدا اعمل رن، ما عنديش مشكله. بعد ما اعمل رن بقى، هو الراجل هيجيب لي النتائج بتيجي فين؟ في الفليكس تيبل. هو كده الراجل عامل رن، عايزك بقى تعمل رن كده، تبدا تبص لي على النتائج. ابدا ابص على السرعه، فين السرعه؟ ادي الفيلوسيتي، بص السرعه هنا ميته مثلا، ده ال 200 دي ولا ال 110 دي خلاص ما اقدرش اقل عنها، خلاص ما فيش حل، ما عنديش مشكله سيبها 110. طب لو واحده فيها زيرو ولا رقم قليل وهي كنت انا مختارها 200، طب نخليها 110 مفيش مشكله، ماشي. وهكذا بقى نفس الحكايه في الضغوط. اجي عند الجنكشن، ببص على الجنكشن، بص كده. طبعا مش فارق معايا عمود الماكسيمم دلوقتي، مش لازم، مش عايزك تجيبه، ولا المينيمم، لان انا بشتغل عند ستيدي ستيت. فلو تلاحظ عند لحظه معينه كل الضغوط زي بعضها اهو، هي لحظه مفيش فيها مدار يوم. مدار اليوم بقى تفرق لما نيجي نبص على الماكسيمم والمينيمم، لا هتفرق، هتلاقي بقى فعلا ارقام مختلفه عن بعضها. فبص على البريشر ده، انا حققت المطلوب مني عند الارتفاعات الموجوده ولا لا؟ وساعتها نقدر نتكلم بقى ان شاء الله في الحاجات الجديده، وندرس بقى تفصيليا البرنامج، ونشتغل على تولز اكتر باذن الله. حد عنده مشكله يا شباب؟ تمام يا باشمهندس. طب تمام يا الحمد لله. باشمهندس. ممكن نحدد معاك كده على اخر الاسبوع ان شاء الله، لو ما عرفناش نتقابل السبت باذن الله، نكمل البرنامج مع بعض ان شاء الله. بس عايز منكم بس شيت تمام. الحسابات، وتبقوا عاملين رن سريعه كده حتى لو فيها مشاكل، عشان نعرف المشاكل اللي عندكم. تمام. ان تمام. شاء الله يا باشمهندس. ماشي، بالتوفيق ان شاء الله يا هو شباب. باشمهندس عندي سؤال، بس هو اتفضل يا مازن. انا ما اعرفش هو هيسبق ولا لا. اه. هو انا الباترن بعمله، اه. يعني بعمله ازاي؟ يعني انا اقدر اجيب مثال على الباترن، بس هو طيب في حاجه في الكود بتخليني اعمل ماشي، انا الباترن. الباترن ده قلت لك هو ده في الاكستند بيريود سيميوليشن، هشرحه لك المره الجايه باذن الله مع بعض.